شايف الطفل اللي بيسارع الدب ده البطل العنيد اللي بيحاول يقاوم عشان ما يستسلمش. ده بقى حبيب نور محمدوف. إصراره وثقته في حتة تانية، لاعب قلب الموازين في اليو اف سي، وبسببه اللاعبين الداغستان والروس بقى لهم مكانة كبيرة في اليو اف سي، وكمان بيتعمل لهم ألف حساب. تعال بقى أقول لك قصته. حبيب اتولد 20 سبتمبر 1988 بدولة داغستان. أبوه بنى بيت وخلى الدور الأرضي عبارة عن صالة رياضية، لأن أبوه كان مدرب جودو وصامبو ومحارب قديم في الجيش، وكان من وجهة نظره إن الشباب تطلع طاقتها في الألعاب القتالية ويتمرنوا في الصالة أحسن ما يتقاتلوا في الشوارع ويتعرضوا للتطرف والإرهاب بسبب العنف والجوع والفقر اللي هم فيه. حبيب بدأ المصارعة وهو عنده 8 سنين. حبيب كان من متابعين جورج سانتا بيير، وكمان كان من متابعين كونر ماجريجور، وبدأ رحلته في الهواة وكان بيكسب لحد ما جه الوقت إن هو يمضي مع اليو اف سي، ودي كانت البداية. وعلى فكرة كان صعب إن حد روسي يسجل في اليو اف سي، سبب طبعا التوترات اللي بين روسيا وأمريكا ومشاكل التأشيرات كمان. وبالفعل تأشيرة حبيب اتقبلت، لكن تأشيرة أبوه اترفضت اللي هو كان مدربه في نفس الوقت، وسافر بدون والده عام 2012. وكان أول نزال لحبيب كان ضد شارلوس، وبالفعل كسبه بالإخضاع. بس كان الطبيعي إن الناس بتقلل من حبيب جدا، وما كانش حد يقبله في اليو اف سي، ولكن كان بيرد بجملة واحدة، وهي إن أنا هكون أعظم لاعب في العالم بلا منازع. وكان دي سي ساعتها بيقول له انت مجنون. الكماشة الدغستانية دي ما كانش عارف حد يحل شفراتها خالص، حتى المخضرمين واصحاب الخبرة في المجال، حتى كمان اصحاب الاحزمة السوداء. وبالفعل حبيب حط نفسه في وسط المقاتلين اللي من العيار التقيل لحد ما تعرض للإصابة قبل نزاله مع توني، وقعد لمدة سنتين بيعمل عمليات من الإصابات اللي جات له. وكان ساعتها في مقاتلين هو كان بيغلبهم، بس هم ساعتها بسبب السنتين اللي اتعطل فيهم سبقوه وأخدوا الحزام كمان. وبعد رجوع حبيب بعد سنتين من الإصابات والعمليات لعب ماتش كان بالنسبة له سهل، وبعدها لعب مع مايكل جونسون، وكان نزال قوي كمان. وكان ساعتها دانا وايت مراهن على جونسون، وده النزال اللي قال له فيه أرجوك استسلم، ما تخلينيش أذيك أكتر من كده، لأن أنا أحق بالنزال ده أكتر منك. وبالفعل كسبه بالإخضاع. وكان بعد النزال بيصرخ على دانا وايت ان هو يديله الحزام، وده بسبب ان في اليو اف سي كان في عنصرية حبتين. وكان قبل اللقب كان معاه فايت مع بارباروزا، طبعا مش محتاج اقول ان هو كسبه وبجدارة كمان. وبرضه يتكرر نزاله مع توني ويتلغى برضه. وبعدها جه حد اسمه ارثم لابوف، تقريبا كان هيتكرر بينهم نزال او حاجة، وارثم قال عليه ان حبيب جبان وان هو مش بطل ولا حاجه. وده خلى حبيب استفز جدا وراح له عشان يقابله، وفعلا قال له انت بتجيب سيرتي ليه؟ قال له انا ما جبتش سيرتك اصلا، من كتر خوفه من حبيب. لكن حبيب ضربه. وساعتها كونر اتحمق جدا لارثم وخد صحابه وراح للقاعه اللي فيها حبيب وصحابه وتهجم